السلام عليكم، ازيك؟ زي ما الانسان عنده رعايه طبيه وعنده دكاتره بيعالجوه، فعالم الحيوان كمان لازم يكون ليهم نصيب في الرعايه الصحيه دي، لان الحيوانات هي جزء كبير قوي من الطبيعه اللي حوالينا، واي ضرر ممكن يصيب الحيوانات دي ممكن الامراض بتاعتهم تتنقل لينا بكل سهوله جدا، وطبعا دي رحمه للحيوانات دي، وربنا خلانا سبب في ان احنا نرحم حيوان مثلا بيموت او بيتالم او ايا كان، ودي رحمه وغرض سامي جدا وعمل سامي برضو. غير كده ان معظم الحيوانات دي احنا بناكلها، فشغلانه الدكتور البيطري او وجود الدكتور البيطري مهمه قوي 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 قوي. فخليني اقول لك السلام عليكم، ازيك، عامل ايه؟ وخلينا نقول ليه ما تدخلش طب بيطري. والاسم بتاع الحلقه ليه ما تدخلش طب بيطري مش معناه ان انت ليه ما تدخلش الكليه فعلا، بس انا بعرض لك الكليه بكل حاجه فيها، وفي الاخر بسالك انت بقى السؤال ليه ما تدخلش طب بيطري بعد كل ده. فهمت العنوان؟ كليه طب بيطري من اسمها كده هي كليه طبيه بيدخلها الطلاب من علم علوم بس في ثانويه عامه، وكمان الكلية مدتها 5 سنين دراسة. الدراسة في الكلية بالإنجليزي وبتشتغل بنظام اسمه نظام الساعات المعتمدة، واللي في الغالب كل الكليات شغالة بنظام الساعات المعتمدة ده. كلية طب بيطري هي كلية طب بشري، بس بدل ما هي للبني آدمين فهي للحيوانات، كلية زي طب بشري بالظبط. فبما إنها زي طب بشري فأنت هتدرس فيها زي ما بيدرسوا في طب بشري، بس الفرق إن أنت بتدرس ده على الحيوانات، ويكاد يكون انت بتدرس حاجات برضو شبه معقده شويه. انت بتدرس حيوانات كتير قوي، انت بتدرس تقريبا كل الحيوانات، فمن الحصان للفيل للضفدعه للكلب للقطه وهكذا يعني. فانت بتدرس حاجات كتير قوي. فانت هتدرس تشريح اللي هو اسمه اناتومي، وهتدرس هيستولوجي وفسيولوجي وجراحه وبطنه وكل حاجه يا معلم. حلو قوي. الكليه بقى ما فيهاش تخصصات او ما فيهاش اقسام هتخشها وتتخصص فيها طول ما انت في الكليه. اي نعم طب بيطري بنها فيها تخصصات وتقدر تتخصص وانت بتدرس، برضو بتتخصص في حاجه معينه، بس في العام يعني في المجمل ما فيهاش تخصصات. انت بتدرس طب بيطري، فانت بتدرس كل حاجه في الكليه وبتتخرج معاك بكالوريوس علوم طبيه بيطريه. مواد الكليه بقى متقسمه كده لكذا جزء، يعني انت اصلا بتدرس الدراسه بتاعتك متقسمه على مراحل معينه. يعني اولى وثانيه دول بتدرس فيهم كده ايه البدايات، حاجات كده الاساسيه والحاجات اللي انت هتدرسها في سنه اولى، فبتدرس مواد اسمها المواد الاساسيه اولى وثانيه، وبرده ثالثه كده، بس بتبدا تخش في حاجه اسمها مرحله ما قبل المرحله الاكلينيكيه. يعني هشرح لك كل حاجه. اول حاجه اولى وثانيه بتدرس فيهم مواد اساسيه. ايه المواد الاساسيه دي بقى؟ المواد الاساسيه اللي انت بتدرسها في اولى وثانيه تعتبر بنسبة 28% من نسبة الدراسة في الكلية، أو بنسبة الساعات المعتمدة اللي أنت بتدرسها في الكلية، فهي 28% من الساعات المعتمدة دي. بتدرس بقى إيه؟ بتدرس بيولوجي وكيمياء عامة وإحصاء حيوي، وبتدرس سلوكيات الحيوان، إزاي تتعامل مع الحيوانات، والحيوانات دي أصلا إيه سلوكياتها، والتعامل مع كل الحيوانات اللي انت ممكن تتعامل معاها في الكليه. تدرس تشريح وهيستولوجي وفسيولوجي، وكمان هتدرس كيمياء حيوي وانتاج حيواني ودواجن واسماك. فالدراسه في سنه اولى وثانيه وثالثه برضو بتبقى عباره عن دراسه اكاديميه كده. بتدرس بقى المواد اللي هي ايه بتدخلك لسه في الموضوع، بتدرس فيها كده حاجات لذيذه جدا. بعد كده بقى في سنه ثالثه بتدرس مواد اسمها ما قبل المرحله الاكلينيكيه. دي بتدخلك بقى ايه قبل ما تدرس اكلينيكي. والاكلينيكي دي او تعريف اكلينيكي دي عباره عن ايه؟ عباره عن انك بتبدا تتعامل مع المريض او الحيوان ده، تبدا تشخصه وتبدا تبص فيه وتفحصه كده وتدي له علاج كمان. فالمرحله الاكلينيكيه دي بتخليك بقى تبدا تتعامل في الشغل الاساسي بقى بتاعك. ففي سنه ثالثه بتدرس مواد بتاهلك ان انت تخش على رابعه وخمسه بقى، اللي هم هتدرس فيهم دراسه اكلينيكيه وتدرس فيهم مواد اكلينيكيه. والمقررات بتاعت ما قبل المرحله الاكلينيكيه دي هتبقى برضو بنسبه 28% من عدد الساعات المعتمده اللي موجوده في البرنامج كله في الخمس سنين. يعني هتدرس وراثه وتغذيه وبكتيريولوجيا ومناعه وفطريات، هتدرس فيروسات وهتدرس طفيليات، هتدرس ماده اسمها باثولوجيا وباثولوجيا اكلينيكيه، هتدرس ماده ادويه، وهتدرس صحة أغذية اللي هي ألبان ولحوم. بعد كده بقى بتبدأ تخش سنة رابعة وسنة خمسة، والسنة دي بتدرس فيها دراسة إكلينيكية. وعدد الساعات اللي أنت هتدرسها في رابعة وخمسة للمواد الإكلينيكية حوالي 40% من الخمس سنين كلهم. هتدرس فيها الأمراض الباطنة والأمراض المعدية والطب الشرعي والسموم، وهتدرس فيها تحليل إكلينيكي وأمراض الطيور والأرانب، هتدرس أمراض الأسماك ورعايتها، وكمان هتدرس صحة الحيوان والدواجن، وهتدرس أشعة وتخدير، وكمان هتدرس الأمراض المشتركة واللي هي ممكن تتنقل من الحيوانات للبني ادمين وهكذا يعني، او من البني ادمين للحيوانات، فهي الامراض مشتركه ما بينهم ومعديه بالنسبه للاثنين. واخيرا هتدرس توليد وتناسل عشان تعرف تولد الحيوانات. وفي حاجه كمان مهمه لسنه ثالثه ورابعه وخمسه، وحاجه مهمه جدا ولازم تحصل وتعتبر جزء كبير قوي من الدراسه في الكليه، وهي التدريب الصيفي. اول لما تخش ثالثه ورابعه وخمسه
تبدا تنزل تدريب صيفي بتدرس فيه بقى شويه عملي كده او تدريب عملي على المواد اللي انت هتاخدها والحاجات اللي انت هتاخدها في الكليه. فالتدريب الصيفي ده مهم جدا وتقريبا لازم تنزله. غير كده بقى في مواد تانية كده هتدرسها ملهاش علاقه بالتخصص عموما، بعيدا بقى عن مواد التخصص اللي انت بتدرسها وسموم وتوليد ونساء والحاجات دي كلها. هتدرس مواد ملهاش علاقه قوي بالكليه، بس المواد دي تقريبا كل الكليه بتدرسها، والمواد دي بتندرج تحت بند اسمه انسانيات وعلوم الاجتماع. ودي زي اللغات اللي بتبقى في الكليه، مثلا هتدرس انجليزي وكمان المصطلحات الطبيه وحقوق انسان او ماده الجوده والحاجات دي ملهاش علاقه بالكليه قوي، هي مواد كده تعتبر اصلا مش بتبقى موجوده في داخل المجموع بتاعك في الكليه. وكمان بتدرس حاسب آلي في يعني حاجات ليها علاقه بالكمبيوتر بقى وكده، ونسبه الحاجات دي اصلا في الساعات المعتمده ما تعديش ال 2%، فالموضوع بسيط يعني ومش مواد كتير. وبرده بالنسبه لبعض المواد اللي انت ممكن تدرسها في الكليه، اللي احنا ما قلناش كل المواد طبعا، احنا قلنا بعض المواد يعني. فبتدرس اخلاقيات المهنه، اللي هي بقى اي حد في اي مهنه عموما بيدرس اخلاقيات المهنه بتاعته في اي كليه ايا كان. لازم الشخص اللي داخل اي كليه هيطلع يشتغل في مهنه، فلازم يدرس اخلاقيات المهنه بتاعتها. وكمان هتدرس ماده اسمها تغذيه الحيوان، ماده معروفه من اسمها يعني. وهتدرس برضو صيدله الحيوان والتداوي البيطري وهكذا يعني. ففي مواد كتير قوي ممتعه والشغل فيها اصلا ممتع، وكمان الكليه ممتعه قوي بصراحه يعني، بعيدا بقى عن المفهوم اللي متاخد عن كليه طب بيطري والزريبه ومش عارف ايه والمواشي والحاجات دي كلها. فالحاجات دي مش بس انت هتتعامل معاها، في دكاتره بيطريين بيشتغلوا في افخم اماكن موجوده في مصر حرفيا، والعيادات بتاعتهم غاليه جدا، والحاجات عندهم انت مش عارف حاجه بجد، انت مش عارف حاجه خالص. فتعالى بقى نتكلم عن الشغلانات اللي انت ممكن تشتغلها من طب بيطري. مبدئيا كده قبل ما نتكلم في موضوع الشغل والحاجات دي كلها، انت لو مربي حيوانات عندك في البيت سواء بقى قطه كلب ايا كان، ورحت لدكتور بيطري، فانت شبه عارف ايه اللي بيحصل وعارف الاسعار اللي هناك بتبقى ايه والادويه والحاجات دي كلها عامله ازاي. وبعيدا برضو عن ان معظم الحيوانات بياخدوا نفس الادويه بتاعتنا، بس لو جينا مثلا قصه بسيطه خالص. مره القط بتاعي كان تعبان، توبي، هجيبه دلوقتي هو نايم بس الدنيا حر. فكان عنده مشاكل يعني في المثانه وكده، فاحتاجنا نعمله اشعه. الاشعه بتاعته لو هنعملها للبني ادم مش هتبقى كده يعني، هي الاشعه بتاعه القطط اغلى من اشعه البني ادم وهي يعني. احنا لو رحنا خدنا طبي وعملنا له اشعه عند دكتور بشري هيعملها لنا ويطلع لنا الاشعه ارخص من عند الدكتور البيطري، وده لان طبعا الاجهزه عند الدكتور البيطري اغلى بكتير، واجهزه دقيقه وحاجات كده بقى للحيوانات، فالاجهزه عندهم بتبقى فعلا غاليه وصارفين كويس على العيادات بتاعتهم. ف فلوس بجد فلوس. وغير كده برضو الرعايه اصلا بتاعت الحيوانات نفسها، لو انت خدت الحيوان بتاعك اللي انت مربيه، انت لو مربي هامستر والله كده، ورحت تحميه وتنضفه وتحلق له وتقصقص له ضوافره بس كده، هتطلع بمبلغ يعني، هتطلع بفاتوره من عند الدكتور البيطري. فاحترم نفسك كده وبص الشغلانه بطريقه محترمه. اقف عدل وانت بتتكلم لو سمحت. جبته بس كان نايم. ولد، ها، كان نايم. ولد عيبي، ولد. خلاص روح نام. لو عندك حساسية من الشعر القطط بالذات يعني ما تشيلش القط كده تاني خالص. الحركة دي فيها نص كيلو شعر متطاير في الهواء كده. تعالى بقى نكمل ايه الشغلانات اللي انت ممكن تشتغلها. اول حاجة تشتغل في رعاية وتنمية الثروة الحيوانية، وكمان رعاية وتنمية الثروة السمكية. طبعا ممكن تفتح عيادة بيطرية وتعمل تشخيص للامراض وتعالج القطط والحيوانات والكلاب وايا كان بقى، والطيور والاسماك، كل حاجة ممكن تعالجها، لان انت هتبقى دارس كل الحاجات دي، فتقدر تفتح عيادة وتشخص وتعالج الامراض اللي موجودة دي اللي عند الحيوانات. طبعا غير كده بقى تقدر تشتغل في الصحة العامة وحماية الانسان، تحمي الانسان من الامراض اللي ممكن تتنقل من الحيوانات للبشر ومن البشر للحيوانات. فمتخصصة اكتر في حماية البشر من الحيوانات، علشان طبعا الحيوانات ممكن تكون سبب في امراض كتيرة قوي تتنقل للبني ادمين. ممكن تشتغل في الصحة العامة وحماية الانسان. وكمان تقدر تشتغل في حاجة اسمها الحجر البيطري للصادرات والواردات للحاجات اللي اصلها حيوان. وكمان تقدر تشتغل في المراقبة الصحية لسلامة الاغذية. تقدر كمان تشتغل في معامل الطب الشرعي. وكمان تقدر تشتغل في حماية البيئة، وكمان صناعة الادوية البيطرية والمستحضرات اللي بتستخدمها للحيوانات. تقدر طبعا تشتغل في صناعة المنتجات الحيوانية. تقدر تشتغل في معامل التحليل البيطرية، وكمان تقدر تشتغل في الاستشارات البيطرية المتخصصة، لو حد بقى عايز يفتح مزرعة حيوان، مزرعة اسماك وهكذا، فبيحتاجوا دراسة جدوى واستشارات بيطرية كتير وحاجات كده ليها علاقة بقى بالايه
انت تفتح مشروع بقى وحاجات ضخمه كده، فبيكون مهم ان يكون في دكتور بيطري يشرف على الحاجات دي ويعمل حاجات دوريه كده بشكل دوري. فالكليه جدا 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 ممتعه بصراحه يعني. وكمان يعني فاهم اللي هو تحس ان انت لو بتحب الحيوانات عايش مع حيوانات، تربي حيوانات بقى وانت عادي مش قلقان من مصاريفهم بقى والحاجات دي، لو تعبوا دي مشكله بصراحه. فالفكره ان الكليه لذيذه جدا والشغلانات بتاعتها كمان لذيذه. فسيبك بقى من اللي هو انت دكتور بقى قايم والحاجات دي كلها، عشان مش حاجات صحيحه. يعني انت عارف ان اي حد بيتريق، وانت نفسك بتتريق على الكليه، انت لو انت في الكليه بتتريق على الكليه. فالموضوع عادي، ما يديش اي اصلا انطباع عن الكليه اصلا عموما خالص يعني. واي انطباع موجود عن الكليه فهو مش حقيقي طول ما حدش دخل الكليه دي. فعدي كل الحاجات دي وخش الكليه وبس كده. دي كانت كل حاجه عن الكليه. هسيب لك التنسيق بتاع الكليه دلوقتي هيظهر على الشاشه، شوفه وتعالى. انا للاسف لو ما نهيتش الحلقه دلوقتي النور هينهيها لوحده، هيفصل النور علينا ومش هنعرف نصور. فبس كده، دي كانت كل حاجه عن كليه طب بيطري. ولو احتجت اي حاجه تانية اكتب لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، وبصراحه ده هيدعمني جدا يعني. فشكرا مقدما. وبس، انا محمد عبده ودي كانت كل حاجه عن كليه طب بيطري، والى اللقاء. سلام.